أعزائي المشاهدين مشاهدين قناة حوار بلدنا، أهلا وسهلا بحضراتكم اخواتي الطلبة والطالبات. زي ما وعدنا حضراتكم النهارده معانا حلقة من سلسلة الحلقات التعليمية اللي بتتعمل في برنامج نجاح في نجاح على قناة حوار بلدنا. متنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا اشتراك عشان يظهر لكم كل الفيديوهات التعليمية الجديدة اللي هتتعمل. النهارده معانا حلقة للصف الخامس الابتدائي مع الأستاذة منى عبد العظيم مدرسة الدراسات الاجتماعية. ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب سنة 5، النهاردة هنشرح درس جديد مع مس منى عبد العظيم، درس دراسات عن نشأة الحضارة المصرية القديمة، يعني قصة بلدنا. الإنسان المصري القديم عايش فين في الأول؟ في الصحراء. فين؟ فوق الهضاب. يا ترى سكن ايه؟ سكن الكهوف. الانسان كان محتاج ايه قديما؟ كان بيبحث عن الماء وبيبحث عن الغذاء ويجمع الثمار والحبوب، ده وهو عايش فين؟ في الصحراء. طيب لما حل الجفاف، يعني ما بقاش فيه ميه، الانسان فضل يتنقل من مكان الى مكان لأن حياته كانت غير مستقرة في الصحراء، ما كانش حاسس بالأمان. فلما جفت الهضاب الإنسان نزل عند وادي النيل، عرف حرفة الزراعة، عشان عند وادي النيل عندنا حاجتين: تربة خصبة ومية عذبة، فعلى طول عرف حرفة الزراعة. ابتدى يستأنس الحيوانات وابتدى يعمل أواني فخارية للطعام وابتدى يعمل تجمعات سكانية، فتكونت حاجة اسمها القرى. تجمعت القرى وتكونت المدن. القرى والمدن عملوا أقاليم مستقلة. القرى والمدن عملوا أقاليم مستقلة، وعاش الإنسان عند وادي النيل حياة مستقرة لما عرف حرفة الزراعة. كان عندنا الوحدة الأولى عام 42 قبل الميلاد. عاصمة الوحدة الأولى كانت مدينة أن، اللي هي حالياً عين شمس هليوبلس. الوحدة دي فشلت والبلاد انقسمت إلى مملكتين: مملكة الشمال ومملكة الجنوب. يا ترى مملكة الشمال في أنهي وجه؟ الوجه البحري، ومملكة الجنوب موجودة في الوجه القبلي. كل مملكة كان ليها شعار، كل مملكة كان ليها لون تاج. مملكة الشمال لون تاجها أحمر، الجنوب لون تاجها أبيض. شعار الشمال كان نبات البردي، الجنوب كان زهرة اللوتس. معبود الشمال كان ثعبان الكبرى، معبود الجنوب كان أنثى النسر. عاصمة الشمال مدينة بوتو، عاصمة الجنوب مدينة نخب. لحد ما جه قائد شجاع كان موجود في مدينة طيبة اللي هي الأقصر حاليا. يا ترى مين اللي كان قاعد في مدينة الأقصر حاليا؟ الملك مينا، يعني ليه اسم تاني نارمر أو نارمر. مينا جه عمل ايه بقى؟ ضم مملكة الشمال ومملكة الجنوب، يعني مينا موحد القطرين سنة 3200. كون جيش قوي، أقام عاصمة قوية مثل مدينة منف، وأحاطها بسور أبيض لحمايتها من الأعداء. ونشأت الحضارة المصرية القديمة على ضفاف النيل، وتكونت أول أسرة فرعونية في التاريخ في عهد الملك مينا، وسمي هذا العصر بالعصر العتيق.
وشمل الأسرات الأولى والثانية. بعد كده جه عصر الدولة القديمة، ويطلق عليه عصر بناة الأهرامات لكثرة بناة الأهرامات في هذا العصر. وبعدين جه عصر الإضمحلال الأول، كان فيه ضعف وعدم استقرار. وبعدين جه عصر الدولة الوسطى، كان فيه تشييد وبناء. وعصر الضعف الثاني كان فيه عدم استقرار. وبعدين جه عصر الدولة الحديثة اللي سمي بالمجد الحربي عشان المعارك والحروب. وبعدين جه العصر المتأخر اللي هو عصر الفوضى وعدم الاستقرار. طيب يا ترى ايه العوامل الطبيعية اللي ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة؟ عندنا نهر النيل رقم 1، الموقع الجغرافي، الثروات الطبيعية والمعدنية. طب في عوامل بشرية زي الجيش المصري، زي الحكومة المركزية، دي من العوامل البشرية. درس سهل جدا وبسيط جدا، أهم ما فيه مملكة الشمال ومملكة الجنوب والشخصيات اللي احنا ذكرناها في الدرس. انتظروني في الدرس القادم إن شاء الله، الحصة القادمة. شكرا أعزائي المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم مرة تانية. أتمنى تكون الحلقة عجبت حضراتكم واستفدتم منها. اخواتي الطلبة والطالبات، أرجو منكم التركيز عشان إن شاء الله تقدروا تنجحوا وتتفوقوا، وأشوفكم دايما ناجحين، ودايما يا رب أشوفكم كويسين. كانت معكم بسمة محمد من قناة حوار بلدنا. اشتركوا في القناة عشان نظهر لكم كل الفيديوهات الجديدة.